السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض صاحب السمو. سيب الفيديو وروح اطلبه وبعد كده ارجع للفيديو. باشمهندس عادل كامل. يا باشمهندس انت وجبت وزودت في واجبك وكفيت واجبك وذوق ورقي واخلاق وادب على راسي من فوق، ومصر كلها بامر الله هتفرح عشان خاطر حضرتك وصاحب السمو. العرض ده يعني تحية مننا لحضرتك عشان اللي عملته في الخير، مش هنذكره طبعا، ربنا يجازيك خير، وعملته معايا بشكل شخصي ومع الرجاله اللي معايا، ومش هنوضح اكتر من كده. ربنا يجازيك خير يا باشمهندس عادل كامل. ده مهندس حبيبنا يا جماعه من اسكندريه، عمل معانا فوق الصح بمعاملته قولا وفعلا. ويعني انا مش عايز ادخل في تفاصيل الخير اللي بيعمله عشان خاطر ايه، هو مش حابب كده، ولكن انا فرحان بشخصيات الواحد بيعتبرها والله مدرسة له في حياته. يعني لغاية ما نموت هنتعلم، الشخصيات دي مدرسة لينا نكمل بيها حياتنا. عشان ما نطولش اكتر من كده، عرض صاحب السمو هيبقى جزء من فاتورتك يا باشمهندس. حضرتك عامل معايا فاتورة تقريبا 6150 تقريبا. احنا مش هنعملها بكده، لا، احنا خدنا بندين، والبندين دول مطلوبين مننا: عبوة واحدة صنار الواحة، وعبوة واحدة صنار مستاد، الأكثر طلبا عندنا الفترة دي. ده العرض بس يا جماعة، ده العرض بس. لو في الطبيعي لو جيت المحل وخدت عبوة واحة وعبوة مستاد مش هعرف اديك بقرة خيط هدية عليهم. نشوف ده، نشوف الواحة ونشوف المستاد ونرجع تاني. الحمد لله على سلامة الوصول. أنا سميته الواحة. أنا لما لقيت يا جماعة أنا هتجنن. مفيش في العالم حاجة زي كده، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. انا حتى لما انبعت لي صورته قبل ما يجي لي من بره عجبني. ما بالكوا بقى لما يعني الكاميرا مش موضحه، انت شايف حاجه حلوه؟ لا، اعتبرها مش حلوه. سميته الواحه. ده يا جماعه اللي عايز يطلبه كربون على ابوه، شغل فرنساوي يا اخوانا. حاجه انا مش عارف اوصف، والله ما عارف اوصف. ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله اكبر. يعني مستاد مترمل برضو ما بين ايديكم، انتوا عارفينه. براندات الصنار ديت يا جماعه عالميه، وانتوا ما بين ايديكم دلوقتي وانتوا عارفين انا بقول ايه. اجمالي دول اللي في ايدي دول مترملين جاهزين 100، ودول 100 الكيس ب 25، دول 10، يعني ال 100 دول ب 250 زي ما انت شفت. على الحقيقه بقى في الواقع اجمل بكتير بكتير جدا. عبوه صنار الواحه 100 سن ب 250 جنيه. الصنار ده فرنساوي يا اخوانا، الناس اللي متابعينا عارفيننا وما بين ايديهم دلوقتي. والمستاد المترمل الاجمالي بتاعه 100 سن برضه ب 250، العبوتين ب 500 جنيه. ادي عرض صاحب السمو، العبوتين ب 500 جنيه. هنعمل ايه بقى؟ واستعجلنا وحصلت مكالمات ما بيننا وما بين الاحباب يعني عشان اسجل العرض وانا في الشغل، ما استنيتش اروح ولا اروح المعرض يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بس اتفقنا في الطبيعي ان بره العرض، عشان في ناس بتيجي المحل وتزعل، والله بره العرض خدت العبوتين دول عجبوك مش عارف اديك بكره خيط هديه عليهم، ولكن ده عرض استثنائي عشان خاطر اللي بيعملوا معانا الباشمهندس عادل. هندي لحضرتك هديه صغيره، بس ما تقفلش الفيديو لما نخلص كلام. نشوف الهديه الصغيره ونرجع تاني. صبرس، لا يزن، انت مش شايل حاجه في ايدك. صبرس، انت مش شايل حاجه في ايدك حرفيا. خلاص، بعد الصبرسه ب 285. مبروك عليك يا حبيب قلبي. عرض صاحب السمو، السنار اللي انت شفته ثمنه 500 جنيه، عليه عود فايبر احمر متصبرص لا يزن زي ما انت سمعت في الوصف كده عشان ما نعيدش الكلام. مبروك عليك. سرح كاستنج، في ناس بيشغلوا كاستنج حلو قوي. دلع نفسك، في ناس ايديها بتخدل من العيدان التقيل، العود ده خفيف جدا وهيعجبك. طيب لما نطلع باكون سنار عليهم العود ده كفايه وكفايه قوي، ولكن هل استعجلنا ان انا اصور العرض وانا في الشغل هيبقى الهديه ده بس؟ لا، اخترنا عليه مكنه الاكثر طلبا برضو عندنا. لذلك قبل ما اكمل بقى، الموضوع مفتوح للجمله والقطاعي، فرجاء تلحق كصياد، لان لو حد بتاع جمله قال انا عايز 10 عروض من عرض صاحب السمو مش عارف اقول له لا. فهوريك الهدايه الثانيه، هم هديتين في بعض، ونرجع نقول الدنيا فيها ايه. يا جماعه ما تستعجلوش في الشحن، لان عارف العرض ده يعمل فيها ايه، وفي اوردرات لسه ما اتغلفتش. اسرع مكنه في مصر المكنه الفراشه 350 جنيه ما بين ايديكم، انتوا عارفينها.
عارفين البريد اللي بيجي لي من بره اللي هو الغالي قوي ده، اللي بنحط شويه صغيرين على المكنه ده، اللي هو قيمتهم 350 جنيه، هيتحط لك بريد ب 350 جنيه. يبقى يا حبيب قلبي عشان تلحق برضه عرض صاحب السمو زي ما انت شفته، الاثنين عبوه سنار ب 500 جنيه، عليهم العود الفايبر الاحمر هديه، عليه المكنه الفراشه هديه، هتتملي لك بريد من اللي بيجي لي من بره هديه. التواصل واتس على 0173 80 187. حاول تلحق عشان ما تزعلش لو شفت الفيديو متاخر. دفع فودافون كاش، دفع ثمن الشحن عند الاستلام بيوصلك من 48 ل 96 ساعه من ساعه ما بنسلمه لشركه الشحن، فما تستعجلناش في الشحن عشان العرض هيبقى منه كتير يعني ان شاء الله. يعني سيبنا براحتنا وما تقلقش، ما بنعملش حاجه غير اننا بنغلف الاوردرات. مش شرط المندوب يجي لك على لغايه عندك الا اذا كنت في خط سير. ومش معنى كده يا جماعه ان حد يقول لي هو ينفع يجي لي ولا لا، اصل في ناس بتكتب العناوين لغايه باب الشقه، هو بيبقى معاه عربيه جنبه يعني، ممكن يقول لك انا على اول الشارع، انا في الميدان، حسب خط سيره 27 محافظه، ودي شركه كبيره يعني. في خدمتكم ما بيني وما بينك يا باشمهندس عادل، شكرا على شخصك، مش على حاجه، على شخصك كله كده، شكرا. ربنا يجازيك خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.